في ممشاه سنه بطريق يتبختر أو يتسحب في بشته، إهلاله يشوف غيره في ضيج ولا دار عليه من ضجته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضاره الله، ومن شق الله عليه. الحديث مثل قاعدة الإسلام في الشرائع وقواعد الأخلاق والتعامل. ولأحد العلماء: الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد، وأنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه، والضرار يكون بقصد ويرضى به إذا تحقق. القاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار. وفي الحديث أن الشرع لا يقر الضرر ولا الإضرار. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتخفيف الصلاة، وكان يخفف صلاته عند سماعه بكاء الصبي شفقة حتى لا تفتتن أمه. الحديث المرفوع: من ضار مسلما ضاره الله.